السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الغاليين. صباح الفل، صباح الجمال، صباح المناظر الحلوة الجميلة جدا. أول حاجة لايك حلو زيكم، كومنت قمر زيكم، واللي ما اشتركش يشترك. جايلكم النهاردة بخروجة خرجناها. الكلام ده كان قبل العيد يا جماعة. شفتوا منظر؟ اول حاجة منظر الشاطئ، بصوا الكراسي كانت فاضية ازاي. الكلام ده كان في الاسبوع، يعني في اسبوع العيد، بس في اوله، يعني قبل العيد بحوالي 3 ايام او كده. فقلنا فرصة، كان جوزي اجازة وقال تعالوا نودوا الولاد البحر وكده. حتى انا في اليوم ده كنت صايمة طبعا الايام بتاعت ذو الحجة. آه، فقلنا تمام، قلت له تمام مفيش مشكلة. قال لي فرصة ان كل الناس مشغولة بتحضيرات العيد وكده، فهيبقى الشط هادي ولسه برضو ما دخلناش في الزحمة بتاعة المصيف وكده. فبصراحة حسيت انها فكرة حلوة، وفعلا لما روحت ما ندمتش. يعني انا اول مرة يا بنات تحصل ان انا ابقى سايبة ولادي. بصوا بصوا داخل شايل محمد ازاي. اول مره اسيب عمر اللي لابس العوامه الزرقاء. اول مره ان انا اسيب ولادي يتحركوا على الشط براحتهم وممكن ينزلوا الميه براحتهم، دي اول مره تحصل. كل سنه من كتر ما بتبقى الدنيا زحمه جدا وبيبقى في ناس كتير قوي على الشاطئ، وساعات ببقى انا وقاعده في مكاني مش شايفاهم كويس، او يجي ناس قدامي فما اشوفهمش. هنا كان اول صف في الشمسيات كان بعيد، كان ورا شويه. يعني بصوا خدوا بالكم من مسافه الشط، انا بحاول اعمل لكم زوم، بس ما كانش في حد قدامي خالص. يعني احنا كنا اول صف وما كانش في حد، والصفوف اللي ورايا كلها كانت بالمنظر اللي انا صورته لكم في بدايه الفيديو. وحتى المية كانت نظيفة والجو الأيام دي كان حلو. فقلت فرصة بصراحة، قلت خليهم ينبسطوا وكده. هو بالنسبة لي أنا كان تعب مع الصيام وكده، ان انا هروح بقى. يعني المفروض احنا رحنا بدري في اليوم ده، رحنا بدري. قلت لهم نروح بدري عشان نرجع بدري، عشان ابقى يعني الحق ارجع اعمل فطار وكده. بس انبسطوا في اليوم ده يعني. ما اقول لكمش مصدقوا، حتى اللعب في الرملة بالنسبة لهم كان ممتع قوي. بس عيب اليوم ده كان حاجة واحدة بس، او عيب التوقيت اللي احنا رحنا فيه حاجة واحدة، ان احنا ما رحنا بدري قوي. بقول لكم عيب التوقيت اللي احنا رحنا فيه حلو. يعني هو في ميزات وفي مميزات وفي عيوب. المميزات ان طبعا لو رحنا اخر النهار، احنا كنا متعودين بنروح مثلا بعد العصر او كده، كان الولاد بيسقعوا، فاهمين؟ انما الفترة بتاعت الصبح دي كانت ما شاء الله، ان هو مع الشمس مدفياهم، بس في نفس الوقت تأثيرها عليهم المية المالحة مع الشمس ما اقولكمش. يعني احنا رحنا لون وروحنا لون تاني خالص. بصوا عمر هنا شال محمد ونزل بيه المية. تمام. بقول لكم احنا رحنا لون ورجعنا لون تاني خالص. يعني حتى انا اللي قاعده ما نزلتش البحر والله، مع التوقيت اللي رحت فيه ورجعت. طبعا بشرتي ما شاء الله اسمريت. وبالذات ان انا في اليوم ده عشان جوزي فاجئني بالليل، ما كانش عندي السان بلوك اللي عندي كان خلص، فما كنتش جبت، فولا انا حطيت ولا الولاد حطوا، فالحمد لله اتظبطنا يعني. بس بصراحة اليوم كان يستاهل، يعني الولاد انبسطوا الحمد لله وكان يوم حلو. بصوا هنا محمد الاول كان خايف ينزل وكده، بس بدأ ان هو يتجرأ وينزل، وعمر كان مبسوط بقى شوية يلعبوا بالجردل وادوات البحر. بصوا هنا باباهم كان حفر لهم حفرة كبيرة وقال لهم تعالوا نقيسوا بقى عمق الحفرة قد ايه، وبقي ينزلهم ويلعبهم جواها يعني. هم بقيوا يجيبوا له ميه ويكبوها له. بصوا هنا نزل عمر الاول، نزل محمد وبعدين نزل عمر، وهيبدأ بقى ايه بيقول لهم تعالوا نختبر الحفرة كده، وقعد يكب عليهم ميه يعني. بس ما اقول لكمش انبسطوا قوي حطوا لايك. ايوه، وعمر بيقول لكم حطوا لايك. لو وصلتوا الفيديو ده ل5 مليون. يا دي 5 مليون يا رب لو يا عمر يسمع لو منك انت. وصلت عمر كل فيديو يلاقيني بسجله ويجي جنبي يقول 5 مليون. يا جماعة يا رب يجعلها بشرة كبر. خير. لو عملتوا وص... 10 مليون، وصلتوا طب الفيديو ده ل10 مليون مشاهدة. ايوه هنجيبوا فيديو
واحنا بنرمي جوه البحر. يا ربنا، يعني انت عايزة 10 مليون عشان ترموا بابا البحر اول ما يجي ال10 مليون؟ ده بابا هيرمينا كلنا لو سمعك دلوقتي. وبصوا هنا عدى بتاع الفريسكا، وطبعا كان لازم نجيب منه. بصوا الفريسكا دي فيه بالسمسم، والبيضة دي بجوزة الهند وبالسوداني. بصراحة العشق يا بنات تحفة تحفة تحفة. اللي يجي اسكندرية لازم يجرب انواع الفريسكا دي، حلوة جدا والولاد بيحبوها وانا بحبها جدا. فجبنا منها، الولاد اكلوا منها واتبقى منها اما روحنا. انا كلتها على الفطور، يعني كلت منها على الفطور. بصوا هنا محمد بقى يا بنات شخصيته اجتماعي جدا. بصوا قاعد على الشط وبيصاحب على الناس اكبر منه اساسا يعني. قعد واتصاحب وقعد يتكلم مع الشاب اللي قاعد جنب منه ده. بس وبدأ ان هو بقى بقول لكم بدأ مع الروقان بتاع الشط في اليوم ده. حتى محمد اللي كان بيخاف شوية من المية، او بمعنى اصح عشان ايه، هما بقالهم كتير وقفوا السباحة، وطبعا البحر من السنة للسنة، فكان شوية راهب الموضوع في الاول. بس بعدين بصوا بدأ ينزل ويطلع يعني لوحده كمان. انا لحد السنة اللي فاتت ما كانش فيه الكلام ده على فكرة، ولا عمر ولا محمد ان انا اسيبهم ينزلوا لوحدهم. بصوا عمر اول ما طلع، طبعا ما اقولكمش تأثير الشمس والبحر كان بدأ يظهر يعني. وساعتها قعد اكلهم كان ضعيف قوي. انا كنت واخده سندوتشات في اليوم ده. وهنا لما طلعوا لقيوا فريسكا اكلوا من الفريسكا. تمام. والسندوتشات بصراحه كانت سندوتشات عاديه، يعني اللي هو ايه، حاجه سريعه كده. عشان كده كده ما كناش ناويين نطول يعني. رحنا وقلنا ان احنا هنروح بدري. بصوا محمد قاعد على الشط. قلنا هنروح بدري، فما كانش بقى تحضيرات اكل كتير وكده، لا اكل بمجرد يكفيهم بس التوقيت اللي احنا كنا قاعدين فيه. وانا كده كده كنت صايمة يعني، فاللي هو كان تمام يعني. بصوا بس ما اقولكمش، بصوا كانت الدنيا شمس وهم استمتعوا وما كانوش عايزين يخرجوا من المية. والله اول مرة تحصل ان احنا نروح البحر وبيبقوا يعني مش عايزين يخرجوا خالص. بس واكتفينا كده، مشينا بدري. بصوا كان التوقيت بدري، وهنا ماشيين انا وعموري واحنا ومروحين. الكلام ده في المكان ده في محمد نجيب. وحتى كان في تصليحات، لو تاخدوا بالكم كده كان في تصليحات بيعملوها او تجديدات في ميدان محمد نجيب. وبصوا محمد كان شكله عامل ازاي، فاصل تماما يعني. اقول لكم من كتر نزول البحر كانوا الاتنين فاصلين. اول ما روحت على طول قلت بقى لازم، هنا عملت خشاف، نقعت خشاف. وهنا قلت ان انا اعمل بقى فطار سريع كده. انا كنت جايه طبعا متظبطه، فقلت هعمل صينيه مكرونه بشاميل كده. فدورت على المكرونه ما لقيتش يا بنات مكرونه مقصوصه، فكان عندي مكرونه اللي هي حلزوني دي. فقلت مش مشكله اعمل بيها وخلاص. انا واقفه حطيت الحله غلت معايا، ورحت منزله فيها المكرونه. وانا واقفه كده رحت مقطعه البصلايه للعصاج بتاع اللحمه وفي السريع كده. بصوا وهبدأ على طول ان انا بعمل كل الحاجات في نفس التوقيت عشان طبعا ايه ماخدش وقت. ادي المكرونه معانا اتسلقت. وهنا عمر كان واقف جنبي كان بيسمع لي الورد بتاع القرآن بتاعه. فقلت استغل وانا واقفه ايه بخلص حاجات المطبخ. طبعا بعد ما روحنا اديتهم شاور وغيروا كل هدومهم، وشطفت الهدوم بتاعه البحر ورحت حطاها دوره في الغساله مع كام حاجه كده كانوا عندي. فاللي هي دي اول حاجه انا عملتها، يعني ان هم اول ما روحوا دخلوا على الحمام على طول. عشان طبعا الميه المالحه مهما اخدوا شاور هناك برضو مش زي لما يبقى في البيت يعني. فخليتهم اول حاجه عملوها اخدوا شاور واخدت الهدوم بتاعتهم غسلتها في الحمام كده. في البانيو غسلتها، حطيت طبق كبير بتاع غسيل وغسلتها طبعا عشان تنزل منها اي رملة او اي حاجة. وبعدين حطيتهم دورة في الغسالة. تمام. بعد ما روقت الدنيا بقى في الكلام ده رحت داخلة على المطبخ وبدأت اعمل الحاجات دي. زي ما بقول لكم هنا بعمل عصاج اللحمة. شوحت البصلة وبعدين نزلت بفلفل الوان اللي كان في الكيسة ده يا بنات متفرز عندي، اخدت منه شوية ورحت مشوحيهم برضو مع البصلة. وبعدين نزلت باللحمة المفرومة وتبلت بقى التوابل بتاعتي. حبهان مطحون، 7 توابل،
فلفل اسمر، ورحت ايه مديه التقليبه بتاعتي، وديت الملح، وهدي معلقتين صلصه عشان تدي بس ايه العصاج لون احمر شويه، بتفرق وبيبقى شكلها حلو. تمام، وطعمها حلو. خلصت عصاج اللحمه تمام قوي. هنا كنت حاطه كنت حاطه 3 مكعبات زبده مع شويه زيت، هنزل عليهم 3 معالق دقيق، وهبدا ان انا اعمل البشاميل. يعني انا بحاول انجز وقت يا بنات، لاني فعلا في اليوم ده، يوم البحر ده بيبقى مرهق ومتعب. انتي نفسك حتى لو منزلتيش بتيجي تعبانه يعني، فاهمين؟ فكنت بحاول انجز واخلص فطار، عشان ايه بعمل كل حاجه في نفس الوقت. الغساله كانت شغاله جنب مني. تمام. انا معرفش حطيت لكم المقطع بتاع الغسيل، ما جبتش بصراحه، ما نشرتش معاكم، بس وريتكم منظر الغسيل بعد ما اتنشر. بصوا هنا البشاميل انا خلصته وجهزته، ما بحبوش تقيل قوي يا بنات. تمام. ورحت فضيته في حاجة تانية، والحلة اللي كنت بعمل فيها البشاميل نزلت فيها المكرونة، ونزلت عليها عصاج اللحمة. انا بحب يعني اغلب الوقت مش بعمله طبقات، مش بخلي اللحمة في النص وكده، لا بقلبه مع المكرونة عشان يبقى واخد من ايه، من طعم اللحمة، المكرونة كلها واخدة من طعم اللحمة والتتبيلة. تمام. ونزلت عليه البشاميل، خليت بشاميل على قد اللي انا هفرده على وش الصينية بس. وهنا نزلته في صينيه، في بتاع ده، في طاجن فخار. تمام. ونزلت عليه البشاميل اللي على الوش. كده خلصت معايا. كنت مشغله الفرن فدخلتهم، يعني مشغله الفرن تسخن من قبل ما ايه افنش الصينيه بتاعه المكرونه. ورحت حطاهم حطاهم في الفرن، وبعدين على طول رحت قلت اشطب بقى المواعين اللي عندي دي كلها، عشان إيه على قد كده المكرونه بشاميل تحس بيطلع منها مواعين كتير يعني. فقلت ان انا اشطبها عشان على ما تخلص المكرونه ابقى انا الحوض عندي فاضي والدنيا رايقه وزي الفل يعني. احاول ان انا ما اكومش حاجه على نفسي. فبس هنا بصوا يا بنات، ده الصابون اللي انا بعمله في البيت. بصوا ده انا عملت نوعين، وهنزل لكم فيديو بيهم. انا مش عارفه ايه اللي هينزل الاول، بس اللي انا عارفاه ان الفيديو ده انا بسجله بعد ما نزلت لكم فيديو الوقفه، رغم ان الفيديو ده الاول بصراحه. يعني الفسحه دي كانت قبل الوقفه اساسا، بس انا فيديو الوقفه يومها، يوم ما صورته نزلته في نفس اليوم. فالفيديو ده هيبقى بعد منه مش قبله يعني. هو فعليا يعني انا بسجله وخلاص، احنا عدينا اساسا الوقفه والعيد. تمام. رغم ان هو كان قبل العيد. بصوا هنا بحاول ان انا اخلص كل المواعين بتاعتي. بقول لكم الصابون ده بنات تحفه، بصوا بيرغي ازاي وحلو جدا وبينضف وكده. اللي انا كلمتكم عنه ان انا بعمله في البيت وكده كده عامله لكم فيديو بيه ان شاء الله هتشوفوه، عشان اللي حابب ان هو يعمله برضو حلو جدا وريحته جميله جميله جدا. تمام. بس بقول لكم في اليوم ده بقى سبحان الله كان ربنا مقويني، رغم ان انا كنت صايمه وكده كان ربنا مقويني، وعديت اليوم كله وروحت عملت الحاجات دي وخلصت. واقول لكم بعد ما خلصت دخلت بقى اخدت شاور يا بنات، يا ربنا. ومجرد بقى ما ايه اول حاجه عملتها كوبايه الخشاف لما المغرب اذن، اخدتها حسيت والله العظيم احساس غريب بقى. سبحان الله اللي عماله اجري طول النهار واعمل في حاجات وكده، بس سبحان الله بعد المغرب وبعد ما فطرت حسيت ان انا فعليا بقى فصلت خالص، مش قادره ان انا اعمل حاجه تاني خالص. يعني كان عندي نشاط وانا صايمه، وانا فتره نشاطي ومجهودي خلص. بصوا منظر الصينيه شكلها يجنن يا بنات، وجوسي وحلوه جدا. تمام. بصوا انا مش حاطه ولا جبنه ولا الكلام ده، وفي ناس بتحط على وشها بيض وكده، ما بعملش كده. بصوا ادي دوره الغسيل اللي قلت لكم عليها انا نشرتها. وهنا اذن المغرب، وهنا وقت اذان المغرب. بقول لكم بصوا كوبايه الخشاف دي كانت بالنسبه لي سحر يعني، اللي هو يا ريقي كان ناشف والحمد لله يعني. ألف حمد وشكر، وعدى اليوم على خير، وكل سنة وانتم طيبين وبخير. وده كان فطارنا، عملته جنبه بطاطس ومخلل وسلطة، سلطة خضراء. وبصوا منظر المكعبات القطع بتاعت المكرونة تحفة. مع السلامة حبيبي.